مرحبا حبايبي المتابعين، ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح اقدم لكم طريقة عمل سلطة الكينوا. طبعا الكل يعرفها، هاي مفيدة جدا الكينوا ومفيدة للرجيم. وهذا الفيديو تعاون مع ست البيت العراقية، وهي هاي قناتها اشتركوا بيها. ست البيت العراقية تقدم لنا كل شيء جديد وبطريقة كل سهلة. شوفوا هي هاي قناتها، وإن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وهي مقدمة لنا كثير من الفيديوهات وكثير من الأشياء وبطريقة كلش مبسطة، وإن شاء الله تستفادون منها. مثلا شوفوا هالفيديوهات، عندنا كيكة بالبسكويت حبايبي، كثير من الفيديوهات. هون مقدمة لنا الدجاج شلون ننظفه ونفرزه على وجبات. طريقة عندنا مسوية الدولمة العراقية، ومطبقة السمك مسوية لنا، تشريب دجاج مسوية لنا، وطريقة دجاج الشوي مع التتبيلة. يعني كثير من الفيديوهات الرائعة وراح تستفادوا منها. عند فيديو آخر همين مال صوص الكراميل، وعنده فيديو مال مطبخها الخاص اللي هي تطبخ بينه، وعندها فيديو مال مشترياتها، وعندها كثير الفيديوهات ما شاء الله عليها شاطرة. ان شاء الله حبايب لا تنسون تشتركون بقناتها حتى تستفادون منها، لأن ما شاء الله عليها عندها فيديوهات كثيرة. حبايبي ان شاء الله تستمتعون بهذا الفيديو، ولا تنسون الاشتراك مرة ثانية وثالثة حبايبي. وهسه رح نبقى مع سلطة الكينوا حبايب. وعندنا فجل، بصل أحمر، أفوكاتو راح نستخدم نص، خس، نقدر نضيف طبعا طماطة، منا كنا شكل خصيتوها بالنص منا لا، حسب الرغبة. طبعا نقدر نستخدم الطماطة العادي، نقدر نضيف أي خضرة نحب. عندنا زيت الأفوكاتو، زيت الزيتون، عندنا نوم هسه قلكم ليش خليتوها بالماي، ملح، وعندنا رشة سكر كلش خفيفة حتى تكسر لنا الحموضة. هاي الكينوا، هي هاي الكينوا. دائما اسلق انا تقريبا الكوب، هي هاي طبعا كلها كوب، بس راح نحنا العفو كوب ونص، راح نحنا نستخدم منه نص كوب. دائما نحتاج نص كوب، ما يصير اكثر، لان هاي اصلا يعني كلش مغذية ومفيدة مثل ما قلنا للرجيم. دائما اسلقها ربع ساعة تبقى. طبعا تجي بهذا الشكل حبوب صغيرة، تنسلق ربع ساعة او حسب الطباخ اللي موجودة، هي تطلع نفس اللي رويتوا لكم هذا الشكل اللي راح اروي لكم اياه مرة ثانية. ونشيلها نصفيها من الماء ونحتفظ بها بعلبة وبالثلاجة، تبقى عندنا تقريبا 10 ايام، ما بين 10 ل 15 يوم. نقدر نستخدمها. دائما احتفظ انا بكمية بالثلاجة. وعندنا هذا استخدمنا نحن نص بصلة، اهم شيء ما نقص الراس حتى نقدر نحتفظ بالنصف الثاني بهالطريقة، نمنع اي دخول هواء عليها. ونفس الشيء تبقى تقريبا 15 20 يوم كل شيء ما اكو عليها. وحبايب النوم خليتونه بالماء الحار لان هي كانت قوية حتى تلين وتنطينا عصارة اكثر واكثر. وهسه نشوف طريقة العمل حبايب. مثل ما قلنا نقدر نستغني عن اي خضرة ما نحبها، ان شاء الله تحبون كل الخضروات لان الخضروات كلها مفيدة. ونقدر نضيف اي خضرة نحبها مثل السبينج، يعني اكو كثير اشياء خضرة. بقدونس نقدر نضيف، يعني اي خضرة تحبوها تقدرون تضيفون، وكلها حسب الرغبة. ونقدر نستغني اي شيء، مثلا نقدر نستغني من البصل، نقدر نضيف اذا ما اكو احمر نقدر نضيف اخضر او بصل ابيض، كلها حبايب حسب الرغبة. اهم شيء الكينوا موجودة اللي مثل ما قلنا تفيد الاصحاب الرجيم، لان هي تنطي طاقة وتشبع. حبايب لا تنسون دعمكم للقناة، سبسكرايب، شير. اذا اشوف عندي سبسكرايب كثير راح انزل لكم خلطتين فقط اللي انا مستخدمها لتقوية الشعر، ومجربة 100%. انا ما انزل لكم شيء اذا ما اكون مجربته كثير ومستفادة منه. طبعا شعري يطول ويثخن عليه، طبعا مو انه يثخن عن الطبيعي مالته، لا، يوقف التساقط مال الشعر ويطول الشعر.
وحبايب لا تنسون دعمكم من قناتي وقناة ست البيت العراقية. ومثل ما قلنا إذا أشوف سبسكرايب راح أنزل لكم وصفتين، التطويل والتوقيف، خلينا نقول تساقط الشعر. وإن شاء الله تحبون هذا الفيديو وتستفادون منه، وراح أترككم مع باقي الفيديو حبايب، وأترككم في أمان الله.